أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، اليوم إن شاء الله أسوي لكم طبق وهو طبق باقية. طبعا الباقية هي يمنية، في مختلف أسماء، بكل بلد له الأكلة لها تكون مكوناتها تختلف شوية عن الآخر. طبعا أنا الباقية هذه باسم يمني يعني، فأنا أحب أسوي باللوبيا الصغيرة الخضراء، لوبيا صغيرة خضراء. هذه هي اللوبيا صغيرة خضراء. طبعا أنا أخذت نص كيلو وبليته بالموية من اليوم الأول، وغيرت له الموية 3 مرات عشان يروح الغازات منه. هذه اللوبيا الصغيرة الخضراء مثل ما قلت لكم بليته يوم كامل وغيرت الموية 3 مرات عشان الغازات. هي نص كيلو، هذا المقدار نص كيلو. كمان هنا عندي حبة بصل متوسط قطعتها إلى مكعبات صغيرة، حزمة بقدونس صغير غسلته وقطعته، 6 فصوص ثوم و4 فلفل حار صغير، 3 ملاعق طعام نشا، ملعقة طعام كزبرة ناشفة، ملعقة صغيرة ملح، وعلى حسب الرغبة كمان. طبق الباقية هذا أنا سويته طلب من الأخت العزيزة والغالية صديقتي من السعودية، فهي طلبتني أطبقه على القناة، سبق وقالت إنه قد أكلت من الباقية تبعي فعجبتها، قالت طبقيها على القناة. أنا طلعت كل المكونات، والمكونات هو من نص كيلو لوبيا خضراء صغيرة، وحزمة صغيرة بقدونس، حبة بصل متوسط، 6 فصوص ثوم، 4 فلفل حار صغير، 3 ملاعق نشا، ملعقة الطعام، وملعقة الطعام كمان كزبرة ناشفة، وملعقة صغيرة ملح على حسب الرغبة. كل المقادير والمكونات. والحين بسم الله بنبدأ الطريقة. الآن حطيت شوية من اللوبيا بمحضرات الطعام وبخلطها. طبعا أنا أخلطها بهذا الشكل. الحين هي مخلوطة متماسكة. شوفوا أنا خلطت اللوبيا وأحطها للحافظات الطعام. ممكن اللي يبغى يحط بالفريزر، ممكن يحط بالأكياس النايلون، ممكن يحط بالحافظات، كل واحد على حسب طريقته وإمكانيته. في أسرة كبيرة ممكن بالأكياس، في أسرة صغير، على حسب. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، الحين بعد ما كملت أخلط اللوبيا، الحين ببدأ بالبقدونس وبقية المكونات. أخلط البقدونس، وأضيف كمان الثوم والفلفل الحار أضيفهم،
كمان أضيف البصل، والحين كمان أخلط البصل. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، الحين أنا بعد ما خلطت البصل والبقدونس والثوم والفلفل الحار، أضيفهم للخليط اللي هي اللوبيا كلهم مع بعض. كمان الحين أحط الكزبرة الناشفة، والملح قلت لكم على حسب الرغبة، وهذا كمان النشا. اخلطوه مع بعض كله عشان يتجانس تماما. كمان أبغى ألفت نظركم لشيء، إذا كانت الباقية رطبة ممكن تصفيها بصفاية، تخليها شوية ينزل الموية منها، لكن الحمد لله أنا لأنه صفيت اللوبيا تماما من الموية صارت ناشفة، فأحيانا يكون في موية فحطوه بالصفاية. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، الحين أنا كملت أخلطها ودمجت بقية المكونات ببعضها البعض، بخليها نصف ساعة عشان يندمج كل المكونات، ونص ساعة بسوي نصفها بحطها على الزيت بشتغل فيها، والنصف الثاني بحطه على الفريزر. قلت لكم كل واحد على حسب رغبته، ممكن تحطوا بحافظة، ممكن تحطوا بأكياس نايلون. وأنا حطيت النشا عشان يجي من داخل رطب ومن خارج يجي هش، الحبة تجي هشة، طعمها لذيذ وريحتها الحين لذيذة. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، الحين شلت نص من عجينة الباقية، والحين بسخن الزيت. طبعا أنا قد جهزت المناديل، طبعا بعد ما حمى الزيت أنا أحط اللوبيا هنا، طبعا بعد ما حمى الزيت سخنته، بعد ما سخن الزيت أنا حطيت شوية من الخليط، والحين أنا بسوي بعد ما صار الزيت ساخن أنا بنزل النار شوية، أخليه وسط يعني مش حار مرة، مش تكون نص نص النار على أساس ما يشرب زيت. شوفوا بهذه الطريقة بينزل بكل سهولة. شوفوا الحين شكلها ما بين الذهبي والبني، صفيها من الزيت واحطها على المناديل.
الحين وشكنا على مخلص. هذا آخر شيء من القلي اللي قليته. هذا الطبق الباقية، وأقول لكم بالهنا والعافية، وإن شاء الله ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.